مسافرين لأرخص دولة بالعالم. بعد 7 ساعات من الانطلاق وصلنا للحدود العراقية الإيرانية. هاي الحدود العراقية مثل ما تشوفوها، لا كهرباء ولا نظافة، مختصرين لك وضع العراق كله بهاي الحدود. بينما الحدود الإيرانية مثل ما جاي يشوفوها، الفرق من السماء للقاع. الشعب الإيراني مستغل كل شبر من الأراضي الموجودة عنده بالزراعة، مع العلم إيران واحدة من أكثر الدول بالعالم تعاني شحة بالمياه. فعليا ما راح أشوف بحر أو شاطئ ولا أي مجرى مائي خلال تنقلك، اعتمادهم الرئيسي على مياه الجوفية. قبل الانطلاق المدينة تقوم تجهز روحك بالأكباس وباقي النمويات، لأن الطريق كلش طويل وما يخلص إذا ما شغل حلقك. نصيحة قبل لا تسافر، فعل نت عراقي على الشركات المحلية تشتغل بدون أي مشاكل، لأن النت بإيران أتعس نت راح يمر عليك. وأخيرا توصلون بالسلامة. هذا البلد مستغلين كل شيء بربي بالزراعة. شوف المساحات الزراعية قد ضخمة. شوف الشيء تفتر عندك كل هذا.